وتدخل، اصبح متداخل. اللاعب هذا شوفوا اللاعب الاسمراني في التسلل اصبح لهنا، شوفوا لهنا انيغو مارتينيز حب يمشي يقص وهو في التسلل ما خلاهش يمشي، ما خلاش انيغو مارتينيز يمشي معناتها يقطع الكره. ممكن لانه في التسلل، لو مش في التسلل عنده الحق يعمل تغطيه، لكن هو في حاله تسلل. شوفوا الكره مش في اتجاهه اصلا. ايه اوكي مش في اتجاهه، هو في حال في اتجاه هو اللاعب اللي سجل مش في التسلل 100%. ما هو اللاعب هذاك مش في، لكن لما راح انيغو مارتينيز باش يقطع الكره هو وقف له، وهو اللاعب هذاك كان في التسلل مثل ما يقف امام المرمى. الحارس لما تسدد زميله يسدد هو امام المرمى في التسلل يحجب رؤيه يحسبوها تسلل. طيب ليش ما يكونش وجهه نظر المخالفه لحضرتك كابتن طارق ان انيغو هو اللي راح للمهاجم؟ لا، المهاجم هو في التسلل والمدافع يعني شوف بين قوسين ذكاء المدافع. انا رحت اصطدمت بالمهاجم هو عشان نعطي ايحاء للحكم ان المهاجم عرقلني. شو انيغو مارتينيز ما ينظرش ما شافوش، هو ماشي ينظر للكره وينظر زميله وخلاص المهاجم باش يسجل. طيب نشوفوا الحاله بالبطيء، شوف هو ماشي ينظر الكره وماشي باش يقطع الكره وزميله وقف له ما خلاش يمشي وهو في التسلل. بالنسبه لي لو ما كانش في التسلل حاله عاديه، هدف عادي. هي للامانه طبعا مع احترامي لوجهه نظر كابتن طارق، الحاله دي بعيد تماما. المهاجم رايو يا كابتن طارق بنيانه قوي. شوف انيجو هو اللي راح له هو هدف. هو اللاعب هذايا اللي سجل ما ثماش تسلل، تمام هدف 100%. وحتى مهاجم الثاني بتاع رايو اللي انت تقصده ما تدخلش في اللعبه خالص ولا منع حتى انيجو مارتينيز. ما لماش لماذا الحكم الفار ما تدخلش؟ غريب جدا. مش على الحكم ممكن يخطئ يقول لك، لكن الفار لماذا ما تدخلش؟ صح، لان ممكن فما قانون انا نجهل القانون في التحكيم بصراحه، نجهل القانون. هل هو في التسلل لانه في تسلل وتدخل ما ساعد زميله؟ لما تدخل هو المهاجم وهو في التسلل ما ساعد زميله. لكن بالنسبه لي انا هدف عادي. بالنسبه لي انا لما نعرفش القانون شو يقول. لو في هو الاكيد ان الحالات التحكيميه الجدليه تتواصل في الدوري الاسباني خلال هذا الموسم بشكل يدعو